لو انتي من عشاق الفطير المشلتت، النهاردة هنعمل الفطير من غير عجين ولا وقت طويل ويطلع مورق وخطير. بولة بقى وهنزل فيها بمعلقتين من السمنة السايحة ومعلقتين من الزبدة، معلقتين من السكر، كوباية من الزبادي، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنقلب بقى الخليط ده كويس جدا، وهنجيب لفة من الجلاش وهبدأ كده اخد ورقة ورقة. هجيب طاسة الأول كده ادهنها مادة دهنية، واخد ورقة ورقة كده، ومن كل ورقة وورقة هادهن بقى الخليط اللي احنا عملناه مع بعض ده. وبعد كده هجيب ورقة الجلاش نصها جوه ونصها بره، هعمل زي وردة كده، وبرده بين كل ورقة وورقة هدهن الخليط ده. هو ده اللي هيدي طراوة للجلاش ويبقى مورق معاكي وخطير. قفلي بقى الفطيرة بتاعتك بالشكل ده. هكون سايبة ورقتين على جنب كده وهحطهم على الوش كده، واقفل الطروف كده من جوه عشان تديكي شكل الفطيرة المتساوية اللي احنا بنعملها مع بعضينا. هدهن بقى الوش بقى بالخلطة بتاعتنا الخطيرة دي، وعلى نار هادية جدا على أصغر عين في البوتاجاز، تاخد اللون الذهبي الخطير ده قلبها الناحية التانية. شايفة الجمال والحلاوة؟ خطيرة. غطيها بقى كده لو عايزاها تبقى طرية جنب شوية عسل اسود وجبنة قديمة كده وجبنة بيضة. يا خبر أبيض على الجمال! فطير مشلتت من غير عجين، وكمان ولا وقت ولا مجهود ولا انتظار طويل. هتقومي حالا تعملي احلى فطير مشلتت. عندك لفة جلاش في التلاجة، قومي اعملي احلى فطير. جربوه، ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة ابراهيم.